ومحاولة الاختراق ناجحة، محاولة الاختراق ناجحة، فرصة خطيرة. أوه كان متوقع. وأخيرا محسن يجور، وأخيرا محسن يجور ينتصر من خلال التسديدة. أعتقد بأنه انتصار شخصي لمحسن يجور أكثر من انتصار لفريق الرجاء البيضاوي، لأنه محسن يجور يمكن أقول بأنه عانى الأمرين قبل أن يوفق في العديد من المحاولات. وأكيد بأنكم تابعتم في قسم الأخبار روبورتاج لزميلنا لزميل محمد عبد الرزاق، كان يجسد عن تضييع محسن يجور وعدم توفيقه مع الشباك، وقلت بأنه انتصار كان لمحسن يجور أكثر من هو انتصار لفريق الرجاء البيضاوي لحد ذاته، هو انتصار للقلعة الخضراء بهذا الهدف. كان انسداد جيد من شمس الدين الشطيبي، وكانت تسديدة قوية لمحسن يجور. محسن يجور يسجل بطريقة جميلة. إذن محسن